يا رمضانكم مبروك يا جماعة، وصحة شريبتكم، وإن شاء الله كل عام وإنتم بألف خير. جيت باش نعمل معاكم المسفوف كما وعدتكم. قلت لكم أول ما نعمل المسفوف نشاركوا معاكم، خليكم تجربوه وترحموا لي على والدي على هالفكرة. خذيتك الباكو متاع الكسكسي اكسبريس هذاك اللي لونه الأخضر، مش الأزرق متاع المسفوف، لا تاخذوا الأخضر. خذيت زيت زيتونة وخذيت الزبيب، هذوما 3 مكونات باش نعملوا بيهم صفة مسفوف يجيكم كعبة كعبة نودكم ولا نشهيكم كيف باش نستحقوا العطارة. لهنا عندك الفانوس هذاك، قلت برا خليني نزيد نعملكم أجواء كيا في الفيديو. هو يغني محليه كان ترى يضحك معناها محليه والله. حسيلو هذيك العطارة، الزيت زيتونة، الزبيب والكسكسي، وبالطبيعة باش نستعملوا الماء. تحبوا في عوض زيت زيتونة تستعملوا الزبدة، كي نقول لك زبدة حيوانية، سينو هكا زيت زيتونة ما تستعملوش المارغرين، حكاية فارغة بالعكس يعطيكم طعم خايب على الاخر. باش ناخذ طويك حفينة من الكسكسي هذاك بطبيعة الكونتيتي اللي انتم تحبوا عليها، معناها انتم تحبوا تنجموا حتى تجربوا هكا صحفة صغيرة، فهمتوا؟ الباكو هذاك راهو ما يفوتش دينار، تجموا تاخذوا وتجربوا، ما عندكم ما خاسرين. باهي كان انتم ما عندكمش الثقة مثلا فيه ولا حاجة، خذوا جربوا، ما عندكم ما خاسرين. خذيت لهنا الكسكسي، حطيت له زيت زيتونة وقعدت نبثبث فيه كيما تراو فيه لهنا. دخلت في الزيت زيتونة هذيك، دخلت فيها الكعب بتاع الكسكسي الكل. كي تغزر له انت الكسكسي طويك تلقاه الكل مزيت. باهي باش نقول لكم كان باش تستعملوا الزبدة ليتاب هذية انولي جملة إليميني ولا كيش يقولوها، معناها مش باش تعملوا التبثبيث متاع الكسكسي، باش تذوبوا الزبدة مع العطارة والماء في الكسرونة متاعكم. باهي كيش تعملوا زيت زيتونة تعملوا بالطريقة اللي انا عملتها. خذيت حفينة زبيب زيادة، مشيت غسلتها بالطبيعة، تعرفوش عليها بالغبرة ولا حاجة. وخذيت لهنا الززوة متاعي، حطيت فيها شطير كاس متاع تاي عطارة، وباش نكمل نعبيها بالماء ونحطها تسخن تسخن. راهو مش معناتها ملذذ الماء، لا ماء سخون قريب يغلي، ريتو قريب يغلي بدا يعمل فيك الفقاقيع وانا طفيت عليه. رجعت للكسكسي لهنا، دخلت في وسطك الزبيب هذاك بالكدا، وبعد تقعد لي كان ليتاب متاع المرقان بالماء والعطار. اسهل شي من هكا، ما أسهل شي منها، ما شدتنيش الحكاية الكل يدرج والله. لهنا يا هاني نخلط فيه، وزدت قربت لكم شوية الكاميرا باش تراو كيفاش أنا معناها مخلطته بزيت زيتونة والزبيب. ما أسهل شي من هكا صدقوني، ما لقيت ما نتكلم، الفيديو يحكي وحده. سخن الماء متاعي لهنا باش نغمو الكل بالماء، تنوريكم قديش الكونتيتي متاع الماء تفوت الكسكسي، أقل من صباع متاع هكيكا نص سنتي. هاوكا ريتو تغم. هانيش نقرب لكم ونوريكم قديش حطيت ماء. نحط عليه منديلة وإلا صحن وإلا أي حاجة نغطيه، المهم ونرجع له بعد درج بركة. درج كي نقول لكم راهو درج بطبيعة تجمو تفوتوا، أنا أحكي لكم معناتها قديش سريع. شوفوه كيفاش كعبة انتي تفرت معاك كعبة صدقوني، وريحته فايحة بك. العطارة ما عندكش عطارة حط سكر فاني، ما تحيروش. تجمو تزيدوا تمر، نجمو تزيدوا الفاكهة في الليتاب هذية، كل قدير وقدره. انا نهارتها اللي هو البارح عملته بالزبيب برك. باهي اليوم شرينا التمر باقي، راني زدت حطيت فيه التمر وقعد لي راو منه المسفوف، واليوم بقدرة ربي نزيد عليه التمر. وكل واحد بطبيعة كيفاش ياكلوا. لهنا بسيف ما صورت لكم حاسيلو في السحور
فركت فلقيتهاش الكلمة، فتفت عليه شوية بولو المحمد، حط له السكر وسخنت الحليب وصبيته الحليب وخلطت. يقنع بالكدا بالكدا، ومحمد يحبه هكاك. أنا الحق ما ناكلوش، أما محمد يعجبه هكاكا ويقنعوا الحمد لله ما يجوعش نهار كامل. حاسيلو إن شاء الله عطيتكم هكا فكرة للسحور، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في دبارة جديدة وفي فيديو جديد الصباح بقدرة ربي. في الأمان وباي باي.